لسه وصلنا لمحافظة السليمانية، جولة لطيفة راح ناخذ بيها. بس قبل هذا راح ادليكم على فندق تايتانيك، واحد من اجمل وارتب وانظف والطف الفنادق بهاي المحافظة. وهسه وصلنا للفندق، خلينا نروح نستلم الغرفة مالتنا. شكرا حبيبي، اسلام. ذبيت الغراض بالغرفة وقبل توجهت للمسبح مالتهم. بالطابق الثاني اكو سلسلة مسابح واكو جاكوزي واكو ساونا وحمام تركي، فخلونا نروح لهم. مرحبا. اهلا وسهلا. الله يسلمك. ينطوك هذا المفتاح مال اللوكر، تعالوا وياي. هسه تفتح اللوكر وتخلي اغراضك هنا وراها، تروح تسبح. باو عيني. هسه هذا هو المسبح، وهناك الجاكوزي وهناك السوالف. خلينا اول شيء نبلش نسبح بهذا المسبح الكبير. هذني يعتبرا من ارتب واحسن واجود المسابح بالعراق. يعني هذا المسبح الخارجي المي مالته كلش حار، ويصير اعتماده يعني مثلا كل ما يكون الجو بارد المي يصير حار اكثر، وهكذا. فانت حتى بالجو البارد بالثلج تقدر تسبح بالمسبح الخارجي. جابوا لنا كيكات، قالوا شويه حلوا بيهن. طبعا هذا الجاكوزي درجة الحرارة مالته كلش عالية، يعني بين قوسين من تجي لهنا تسترخي. وهسه نروح ندخل للساونا. هسه راح نروح للحمام التركي، هذا هم واحد من المسابح اللي موجودة عندهم. شوفوا ديزاينه لطيف جدا. هذا واحد من ألطف المسابح اللي راح تلقوها بالسليمانية. واكو عندك هاي الغرفة مال البخار، تعال شوف عيني. يجي السليمانية لازم ياكل البط، لانه البط هنا يطبخوه بطريقه مميزه كلش. فاحنا اليوم سوينا وجبه عشاء لطيفه مثل ما تشوفون، هذا تمن ومرق وبط، وسوينا هنا عمات مطبق برياني دجاج عيني، وسوينا همات صينيه تمن احمر وعليه سمك، هاي همات. وبالاضافه الى الاطباق الجانبيه اللي هو عندك الروبيان المشوي، عندك قوزي لحم كباب، وعندك ستيك مال لحم، فصارت تشكيله مال عشاء لطيف. احلى شيء بهذا المطعم انه هو مطل على سليمانية. هذا هسه احنا بالطابق السابع، والاكل مالتهم مثل ما شفتوا هو متنوع. هسه نسمي ونبلش ناكل. دجاجه ما شاء الله كبيره. مطعم ليسوما واحد من المطاعم الكلش حلوة، الإطلالة مالته مميزة. راح تلقون بيه أكل غربي، أكل شرقي، أجود أنواع الأكل راح تلقوه هنا، وخصوصا الاستكات كلش هم مشهورين بيها. هذا عندك روبيان مشوي، مهم تشكيلة مال الأكل كلش طيبة. تعالوا أراويكم الغرفة اللي أنا ساكن بيها. طبعا هذا هو جناح ملكي. هسه من هنا تقدر تشوف سليمانية بشكل كامل، الإطلالة مالتها إطلالة على المدينة. وهذا هم جايبين لنا ورد طبيعي. وهاي همات مسج لطيف من إدارة الفندق. طبعا اكو خزانات هنا مال الملابس. وهاي هي الغرفة، غرفة هم لطيفة وهم بها إطلالة على المدينة. وأكيد المجموعة الصحية همات مرتبة مالتهم، فبالتالي اللي يجي راح يلقى مكان راح يستمتع به وراح ينام رغد. الثالث اكو حديقة كلش حلوة، راح تلقون بيها أشجار وراح تلقون بيها زهور حلوة.
فهاي بالصيف يسوون اكو حفلات شواء، يشون لحم وقعده حلوه ومشروبات غازيه، ويعني فد قعده واجواء كلش لطيفه. اذا اجيتوا بالصيف تعالوا لهم، اكيد بالشتاء تنغلق هاي الحديقه او ترجع تنفتح بالربيع. انا قعدت متاخر ومتعاجز انزل جوا، فقلت لهم جيبوا لي ريوق فوق. فجابوا لي ريوق خفيف باع عيني. هذا هو ريوق الصبح، وهاي هم بيضه مسلوق. لا كذا بشاقه وياكم. تعالوا ريوق. هذا الريوق المضبوط. بسم الله. احلى شغله بالفنادق هي اذا يوفرون وجبه ريوق بداخل الغرفه. الريوق مالتهم هنا متنوع مثل ما تشوفون، اكو عندك معجنات، اكو عندك مناقيش، اجبان، بيض نوعين، 3 انواع، بيض بعيون، مخلمه، وعندك حلويات، عندك مربى، والقمر مالتهم هنا الجوز مالها ورمان، فتشكيله كلش لطيفه. مناقيش طبعا همات واحده من الوجبات اللي كلش طيبه، وطعمها هم طيب جدا، وتعتبر من الاطباق اللي يعني بالريوق يكون عليها اقبال كلش كبير. اكيد الريوق من دون شاي فلس وربع ما يسوى. هاي بورق مال جبن هم طعمه طيب. خبز مالتهم هم شكله حلو بعيني. تايتانيك واحد من اجمل الفنادق اللي موجوده بمحافظه السليمانيه، ليش؟ لانه هو الفندق مبني على شكل سفينه. هسه راح نروح نتغدى، انا كلش استلطف فكره انه المطعم عنده بوفيه، وبالفندق تكون انه وجبات الغداء بوفيه، ليش؟ لانه ينطيك اوفرات كلش هواي. هسه بالبدايه راح نشوف شنو اكو عندهم، وراها نبلش نتغدى. هسه اول شيء هنا اكو عندك شنو هذا؟ هذا خروف وبرياني. خروف وبرياني، وهذا دجاج مشوي. ها؟ دجاج مشوي. وهنا عندك سمك مسقوف، وبصف السمك اكو عندك شيش مال قص. جوان هذا القص؟ كلش جوان كاكل. هسه تعالوا نشوف شنو اكو بعد عندهم شغلات. خضروات يعني انا مالي شغل بيها. هاي بيتزا وفنجار وهالاشياء. اي اوكي صار. وهنا باستا، وهنا الدولمة الكردية. واو عيني مخلين حتى اضلاع وياها. شوفوا اضلاع ويا الدولمة. هذا بعد خضروات ولحم وهالاشياء. مشاوي مشكلة، لحم، دجاج، دكة. وتجي هنا راح تلقى دجاج عندك، وهذا دجاج هم مقرمد. برغل، تمن، مهم تشكيله كلش حلوه. هسه راح نصب لنا من كل شغله ونتغدى. ها طبعا مو شرط انه تكون انت نازل بهذا الفندق يلا تجي للمطعم، لانه نظام البوفيه المفتوح يعني تقدر تجي بس على مود المطعم. الاكل مثل ما تشوفوه متنوع ومختلف وطعمه كلش طيب. طبعا اكو تمن هنا اسمه التمن الكردي، هذا يختلف عن التمن الهندي. الحبايه مالته تصير اقصر وشويه امتن، وطعمها ما كلش مختلف عن التمن الهندي. السمك كلش طيب. إذا كنتوا تردون تعيشون إقامة ملكية فاخرة وتستمتعون بكافة الخدمات، فكلش أنصحكم تنزلون بفندق تايتانيك، صاير بالسليمانية شارع 60 بالضبط بصف تشافي لاند. هذا هو. انتظرونا بحلقة جديدة مكان ثاني. في امان الله.